بحلول عيد الأضحى المبارك تفتح أبواب الرزق لعديد من الشباب الذين يسترزقون من المهن التي ترتبط بالمناسبة. شحذ السكاكين إحدى هذه المهن. احنا المهنه هذه رانا تعلمناها من اجدادنا، الحرفه هذه تعلمناها من جد عن اب كما يقول لك، وخدمه هذه نخدموها من العام خطره في العام اللي هو العيد الاضحى نخدموا فيها، وتوارثناها من اجدادنا من بكري، ونخدموا فيها مره في العام لان نخفوا على المواطنين شويه، نخفوا عليهم شويه الضغط هذا على بالك فيها الناس تذبح وكذا. الانتباه واليقظة والإبداع ثلاثية تلازم الإخوة عبد الرحمن والعموري خلال ساعات العمل لإعادة اللمعان والحدة للسكين حتى يصبح جاهزا للنحر. النهار هذا كما اليوم راه ميمون كما يقول لك، نوجدوا لعيدنا الاضحى ان شاء الله، ويا خويا ان شاء الله ربي يتقبل منا ان شاء الله الاعمال وكل شيء ان شاء الله برب العالمين، ونطلبوها ان شاء الله اهلا وسهلا بهم، اللي عنده موس اللي عنده فصالي ولا اللي عنده اهلا وسهلا، عنده ما عندوش اهلا وسهلا، احنا رانا دايرينها مجرد في نفس الوقت نخفوا على المواطنين، وفي نفس الوقت رانا نخدموا بها هوايه شويه صح تحس روحك راك في بنة العيد، تحس حوايج ملاح. احنا بكري كنا صغار نقعدوا مع الشيوخه كنا نشوفوا فيهم فاهمه وفوق راه تقطعت هذه الحال، رانا شادينها اليوم ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم، ونعلموها ان شاء الله الوليدات على كل حال. شحذ السكاكين نشاط يزدهر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يعطي نكهة خاصة على عيد الأضحى خاصة في الأحياء الشعبية منها.